الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي يمنع من دخول التراب الأمريكي، والسبب زيارته الأخيرة للعراق. البارح كان عندي طياره لنيويورك، جيت باش ندير التسجيل في المطار، باش نشد الطريق نيويورك، باش نباتوا واحد الليله او ليله في نيويورك، ومن بعد نمشيو لبوسطن للجامعه. وصولي للمطار، من جينا نديروا التسجيل، داك السيد اللي كيسجل تما قال لي اودي راه عندك رفض، ممنوع عليك تدخل التراب الامريكي. تفاجات، يمكنش انا علاش غادي يعني يتم منعي من دخول التراب الامريكي؟ شنو غادي يعني نكون داير؟ قالوا لي انت غير مسموح وغير مرغوب فيك انك تدخل في الامريكان. حاولنا نتواصلوا مع دوك الناس اللي تما، توصلنا بالرد، والرد هو رد مفاجئ صراحه، انا ما كنتش ننتظره. هو انني انايا مؤخرا زرت بلد من البلدان اللي هما عندهم في واحد لا ليست. اذا بين هاد الدول هادو كاينين امريكان دايرهم في واحد لا ليست. الناس اللي زاروا هاد الدول يقدروا يرفضوهم انهم يدخلوا التراب الامريكي، وهذاك الشيء اللي وقع لي انا، لان مؤخرا زرت العراق.